جمهور الاتحاد اتمنى تكونوا عاقلين. جمهور الاتحاد يعني مو كلكم بس اغلبكم يصدق اي خبر مثلا انا انزله، ولا بعض الاتحاديه، ولا بعض الناس اللي لها عندها سوشيال ميديا مثلي انا انزل الاخبار. يا اخي انا يوم انزل الخبر يا اخي مو قصدي انه انا ترى الخبر ده صحيح، انا بس ابى اقول لك اخبار الساحه، بس انا جاي اقول لك اخبار الساحه والاخبار المتداوله عشان تكون في الصوره، بس مو شرط انك تصدقني. حلو، انت ما تصدق الا اثنين: الاعلان الرسمي من المركز الاعلامي في نادي الاتحاد او فابريزو رومانو. هذول الاثنين اكثر اثنين تثق فيهم والله. يعني انا لو جيت بعد شوي وقلت لك اقسم بالله محمد صلاح اتحادي لا تصدقني، انا اقول لك لا تصدقني، لانه كثروا الناس اللي يتمصدروا. المصدرجيه صاروا كثير يا جماعه الخير. فانا مو قصدي انه انا اصير مزدرجي ولا اصير انه صدقوني. انا يا جماعه الخير جاي نقول لك الخبر، اخر اخبار الساحه بشكل عام. فنهدى يا ناس. عزيزي الاتحادي، عزيزة الاتحادية، قبل أكمل أتمنى من الشخص ضيفني عن تيك توك وفي منصة أخرى يضيفني في قناتي في البرنامج الأحمر. نبغى نوصل 5000 مشترك بأسرع وقت، الرابط في البايو. والله ما بقى شيء على 5000 مشترك يا جماعة الخير. هذا اسم القناة وشوفوا كم واصلين 4400 متابع. باقي كم؟ باقي 600 مشترك ونوصل 5000. وصلونا رقم جديد. هذه ما هي قناتي أنا، هذه قناتكم أنتم كمان، الرابط في البايو. طب أنا ليش حاط صورة محمد صلاح؟ رجعت الأخبار كل الصحف التركية وبعض المصدرجية في الدوري السعودي يقولون محمد صلاح اتحادي، ومحمد صلاح سحب على باشكتاش التركي، ومحمد صلاح سحب على فربخش التركي، وسحب على الأندية التركية، وبيوقع مع نادي الاتحاد. أنا ما حصدق ولا شيء. محمد صلاح قاعد أسمع، شفت الموسم اللي كنا فيه أبطال إلى يومك هذا قاعد يقول محمد صلاح اتحادي، محمد صلاح ما هو جاي. فابريزو أعلنها، أوكي شكرا. النادي او المركز الاعلامي في نادي الاتحاد اعلنها، اقول لك شكرا. غير كذا قفلوا لي خلاص، تعبتونا قرفتونا. رسميا نادي الاتحاد يودع اللاعب ماريو ميتاي بعد ما وافقت على اداره او على طلب اداره نادي جنوا الايطالي للتعاقد مع اللاعب ماريو ميتاي لموسم واحد بنظام الاعاره. طبعا يقدر يفعلون بند شراء عقد اللاعب اي وقت. انا متاكد انه بيبدع معهم. ليش؟ اول شيء اساسي. ثاني شيء نادي قنوة ممكن يوفر له الراحة اللي هو يبيع اللاعب. نادي الاتحاد كلها اجواء سلبية، اللاعب ما ينجح. والله يا جماعة الخير ما اكذب عليكم، يعني لو عندك عناصر في الفريق والإدارة تجيب لك اي شيء بس الاجواء سلبية، والله العظيم ما تحقق ولا بطولة. ليش؟ الاجواء السلبية تخرب على المنظومة، تخرب على الفريق بشكل عام. اللاعب ما يعرف يركز، اللاعب ما يعرف يسجل، اللاعب ما يعرف يصنع، اللاعب ما يعرف يدافع، اللاعب ما يعرف يسوي اللي عليه. فهذا الشيء مهم للاعب. فانا اتمنى صراحه نجاحه مع نادي جنوا الايطالي صدق، مع انه انا كان ودي انه يستمر، يعني انت تطلع لي ماريو ميتاي تروح تتعاقد لي مع فارس عابدي، لكن الحمد لله. هذه صورته طبعا رقم 2. احب رقم 2 هذا، ما ادري ايش قصته مع رقم 2. هذه صورته مع تيشيرت نادي جنوا الايطالي. وعلى طاري نادي جنوا الايطالي، ترى نادي جنوا برضو يبوا يتعاقدوا مع اللاعب جورج مهاجمنا يا جماعه الخير، اللي كل الاتحاديه راضين عنه في معسكر الاتحاد. انا والله ما ادري ما اسمي هذا المعسكر ذا 14 يوم معسكر. الناس تعسكر 30 يوم، الناس تعسكر 25 يوم، 14 يوم يقول لك. اقسم بالله قهر. الزبده نادي جنوا الايطالي برضو عيونه على اللاعب، ويقولون فيه اهتمام من نادي جنوا ويبي يتعاقدون مع اللاعب. شكله بيسحبون المواهب عندنا يا جماعه الخير. انا ما ارضى انه يلعب يوسف النصيري جميع المباريات في الدوري ولا جميع البطولات. يوسف النصيري كويس، لكن والله يا جماعه الخير المهاجم الاسمراني ذا عنده حاجه دبابه يا ناس يذكرني شفت خامه لوكاكو، جسم قوه بدنيه هائله وشوتات قويه يا جماعه الخير. شفتوا الهدفين اللي سجلهم في الوديات في معسكرنا، هذا اللي خلص قبل كم يوم. اقسم بالله يا جماعه الخير دبابه بشريه. اتمنى انه المدرب على الاقل لو ما تقدر تخلي يوسف النصيري الدكه، يا اخي العب بمهاجمين، والله يلعب بمهاجمين، انا راضي زي ما كان يسوي نونو سانتو مع عبد الرزاق حمد الله وكريم بنزيما. صح كانوا نفس الادوار، واحد يلعب صندوق والثاني يلعب خارج صندوق، لكن والله كان في قوه، كان في عندنا هجوم. وعندك ديابي وعندك بيرجوين، الله يستر، ترى بتصير قوه ما شاء الله تبارك الله. فابريزو اعلنها. اللاعب رافائيل لاعب كلوب بورغ راح رسميا خلاص انتقل لنادي انتراخت فرانكفورت يا جماعه الخير. طبعا اللاعب ارتبط اسمه بنادي الاتحاد وانه حيجي نادي الاتحاد، صدق كان في مفاوضات وكان في لكن اللاعب خلاص قرر انه ينتقل لنادي انتراخت فرانكفورت. اللاعب يبغى يلعب في اوروبا، يبغى يلعب في المانيا حرفيا. وكويس ما جانا. نص الناس اللي تتابعني، اغلب متابعين يقولوا اللاعب ذا مو كويس،
حرفيا في ناس تابع الدوري الالماني، وفي ناس تابع ناديه السابق كلوب بورغ، يقولوا اللاعب مو كويس وما يفيدنا في الاتحاد، فالحمد لله انه ما جاء. في ايضا اخبار تقول انه اسبانيول في مفاوضات متقدمه عشان يستعيروا اللاعب سيميتش، كارلوس سيميتش. يا جماعه الخير نفس نظام ماريو ميتاي مع نادي جنوا الايطالي، يبغونه اعاره يا جماعه الخير لمده موسم واحد. مشوه. ما عندك مدافعين خليه، ترى انت مو شرط تمشي كل اللعيبه. انا صراحه انا مستغرب من حاجه في نادي الاتحاد، يعني انت تمشي اللعيبه اللي ممكن يقدموا معك مستوى، اللعيبه مواهب صغار حلو اللي انت جايبهم على اساس يبدعوا معك المواسم الجايه، انت قاعد تشيلهم. ماريو ميتاي طيب ليش شلته؟ ودحين كارلوس سيميتش، انا من الناس اللي ما احب كارلوس سيميتش وابغاه يمشي، لكن انت هل عندك دفاع؟ عندك دفاع؟ ما عندك بديل لدانيلو بريرا، ما عندك بديل لكيلر، ما عندك بديل. حتى المدافعين المحليين ما عندك مدافعين محليين. من عندك والله يا جماعة الخير حاجة تقهر. شراحيلي إصابة، حامد الغامدي إصابة، دومبي لسه ما رجع، وعندك سعد الموسى والله ما أعرف فين أراضيه، ما أشوف إلا صورة في الانستغرام. والله حرفيا يا جماعة الخير نادينا مغادرين، بس ما في أحد يجي. يعني تسمع اللاعب الفلاني غادر، بس ما تسمع تم التعاقد مع اللاعب الفلاني. حسبي الله ونعم الوكيل. بس يا جماعة الخير يقولون انه بعض الجهات عرضت بريزوفيتش على نادي الاتحاد، اللاعب موافق واللاعب ابدى رغبته في البقاء في الدوري السعودي. وصدق انا اشتريت، ما اكمل لكم حتى السالفه، انا اشتريت. نبي اي محور يا ناس، نبي اي محور. والله بريزوفيتش يا جماعه الخير ما ادري كيف النصر فرطوا فيه، بس تعرف انت دائما النادي يبحث عن الافضل، النصر يبحثون عن الافضل، يشوفون انه بريزوفيتش خلاص كفى ووفى. انا اشتريت والله يا جماعه الخير، اشتريت والله انه في نادي النصر اللي يخلينا اتابع نادي النصر غير كريستيانو وغير ساديو ماني والمنظومه الحلوه حقتهم والهجوم الجميل حقهم. والله بريزوفيتش يا جماعه الخير لاعب ما يتفلسف، لاعب يعرف فين يحط الكوره، لاعب يعرف ايش يسوي، يعرف شغله. فانا اشتريت الصدق بريزوفيتش في الاتحاد، انا اشتريت. والله متهيئ بشكل يا العبود، النقا ما يموت. ها اهدى يا اسمر انت، والله يا العبود صح الله يرحم لي والدينك. ترى ما عندنا مهاجمين محليين الا انت. صالح الشهري شكرا، طلال حاجي صغير لسه، لكن العبود تكفى. تعطيني مباراة و10 مباريات ما تعطيني، انا ما ابي، انا ابي شغل. ايه تفضل توني اقول دومبيا واقول حامد الغامدي وشراحيلي كلهم رباط صليبي وهنا. ايه تفضل رسميا بحسب الرياضية. روجر فرنانديز تعرض لكدمة في اخر مباراة ودية يا جماعة الخير. ها ومباراتنا مع الجزيرة قربت. والله العظيم يا جمهور الاتحاد، والله يا جمهور الاتحاد، اذا شفت واحد يتكلم على المدرب والله ترى بغلط عليه، معليش صدق مالك وجه. المدرب ذا والله العظيم سوى كل حاله، سوى لي كل اللي عليه. ما عندهم عناصر ما في يا ابن الناس، عناصر ما في. الناس ظهرتهم ثيو هرنانديز ولعيبه، والهلال كان عنده كانسيلو، ثيو هرنانديز، كانسيلو راح برشلونه ذحين وعنده ثيو هرنانديز. احنا ظهرتنا مين؟ حسن كادش وفارس عابدي وفواز الصقور. اقسم بالله نادينا لا. فلا اشوف احد انا في نص الموسم ولا اول كم مباراه الاتحاد يخسر ولا يتعادل. ما عندك عناصر. الناس قاعد تغير. الاهلي وساحبين منه مدرب خلص صفقتين مدري 3. النصر مخلص مع محور دفاعي. الهلال ما شاء الله جايب لك لاعب من البريمير ليج، افضل لاعب البريمير ليج اللي هو سمرفيلد، مهاجم صح. انت ما عندك لعيبه، فلا تيجي تلوم المدرب قرر منح راحة للعيبة لمدة يومين، وتدريبات راح ترجع يوم الاثنين إن شاء الله استعدادا لمواجهة نادي الجزيرة الإماراتي في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة. عزيزي الاتحادي، عزيزتي الاتحادية، توقعاتكم للمباراة في الكومنت. إن شاء الله بخسارة، إن شاء الله نخسر 10-0. أبي توقعاتك، أنا يهمني توقعاتك. أبي الناس المحنكة هذه تقول لي لا بسبب كذا وإحنا كذا ممكن نفوز. لا، أنا أبغى فلسفة في الكومنت عندي. فبالله عليكم بنات شباب كلكم، لانه والله في كثير حتى بنات صاروا يفهموا كوره ما شاء الله تبارك الله. في كثير اتحاديات، بس الاتحاديات البقيه مع نفسهم. الاتحاديات اكتبوا لي في الكومنت، واضح انها اكتبوا لي في الكومنت مين حيفوز. طبعا صيفيه العميد هذه يا جماعه الخير، التعاقد مع المدرب الالماني ينز فيسنك خلفا لكونسيساو، التعاقد مع اللاعب راكان الكعبي خلفا للاعب عوض الناشري، تفعيش بند شراء عقد اللاعب ستيفيان كيلر. زي ما قلت لكم تم تفعيل بند شراء عقد اللاعب ستيفيان كيلر. هذه صيفية العميد مع
إعارة اللاعب حامد الشنقيطي إلى نادي الخلود، طبعا بطلب من المالك الأمريكي، مالك نادي الخلود الأمريكي. هو قال أبغى حامد الشنقيطي يكون حارس الأساسي. أتوقع هو اللاعب أو الحارس المحلي الوحيد في الدوري الموسم الجديد، لاعب أساسي في دوري المحترفين طبعا. وإعارة اللاعب ماريو ميتاي إلى نادي قنوة الإيطالي بالأمس. وأيضا رحيل اللاعب عبد العزيز البيشي بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الاتحاد. وأيضا رحيل اللاعب عوض الناشري بعد انتهاء عقده مع نادي الاتحاد. هذه صيفية العميد بشكل مختصر. هذه جميع مباريات الاتحاد في شهر أغسطس، أول شهر من الموسم الجديد 2026-2027. أول مباراة عندنا في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الجزيرة الإماراتي. الجزيرة الإماراتي وضعه عبارة عن سكاتي، قاعد يشتغلون من تحت لتحت. بتشوفون إن شاء الله مباراة كبيرة ترى قدام الاتحاد، بيقدمون، أنا متأكد بيقدمون مباراة كبيرة. وعندنا أول مباراة في الدوري ضد الخلود، وبعدها عندنا مباراة أتوقع ضد النجمة إذا ما خاب ظني، بعدها ضد القادسية، بعدين ضد الحزم، بعدين أتوقع ضد نادي الفتح. يا جماعة الخير مباريات قوية. دائما أنا أقول الاتحاد يقدم مستوى كبير قدام الأندية الكبيرة، لكن قدام الأندية المتوسطة مع احترامي لجميع الأندية، القادسية ما هو نادي متوسط من اليوم ورايح. قادسية أتوقع من المرشحين لتحقيق الدوري روشن السعودي الموسم الجديد. فتنتظرنا مباريات كبيرة يا جماعة الخير، دعواتكم. يا حب ادهن يا حب ادهن إذا عندي فكس ادهن زي الناس، ترى لازم يرجع. شوف كيف يطالع فيك يا ايش اسمه ذا، انت اللي قاعد تدهن. شوف دومبي كيف يطالع فيك، يقول لك يا حب خلص بسرعه انا ابغى ارجع. فبالله عليكم دومبيا استعجل، الله يرحم لي والدينك. احنا وصلنا ترى ما عندنا لاعب وسط. حامد الغامدي رباط صليبي، نص لعيبتنا راحوا، ما في. ارجع بسرعه تكفى.